فلاح من المنوفيه بتخبطني ليه؟ السوشيال ميديا لسه بتتكلم وولعت أكتر بسبب فيديو مدته أقل من دقيقة بس قلب الدنيا كلها. بطل القصة هو البلوجر المعروف أدهم سينجر، واللي ظهر في فيديو متداول وهو بيتخانق مع واحد من قائدي السيارات في وصلة دهشور بمدينة الشيخ زايد. القصة بدأت بخناقة مرور عادية جدا، لكن الأمور خرجت عن السيطرة بسرعة. المعلومات الأولية بتقول إن مصور الواقعة نفسه اللي هو أدهم دخل في مشادة مع السواق التاني، والموضوع وصل لدرجة إنه خبط عربيته 3 مرات من الخلف، وده اللي خلى السواق التاني يدخل في وصلة شتايم وكان فاضله تكة وهينزلوا في بعض ضرب. الفيديو اللي اتسجل كان مدته 54 ثانية بالظبط، لكنه كان كافي إنه يركب الترند. في الفيديو السواق دخل في سيل من الألفاظ الخارجة ووصل بيه إنه يهين أدهم بكلمة اعتبرها الناس مسيئة جدا لما قال له أنت فلاح من المنوفية. الجملة دي بالذات عملت حالة غضب كبيرة قوي عند ناس كتير، وده لأنها مش بس شتيمة لشخص، دي كمان إهانة لشريحة كبيرة من المجتمع المصري. أدهم نفسه فضل ساكت طول الفيديو مكتفي بس إنه يصور، لكن الغريب إن السواق التاني قرب من عربيته وبدأ يمد إيده عليه ويضربه. وهنا بقى الموضوع بقى مش مجرد شتيمة، بقى اعتداء صريح. الأجهزة الأمنية دخلت على الخط فور انتشار الفيديو وبدأت تفحص المقطع عشان تحدد تفاصيل الخناقة دي. مين يا ترى اللي غلطان؟ وهل فعلا أدهم خبط السائق التاني 3 مرات ولا دي رواية متقالة وخلاص؟ الحقيقة لسه هنعرفها في التحقيقات. والأغرب بقى إن أدهم مسح الفيديو من على صفحاته بعد ما ركب الترند وحقق مشاهدات عالية. الخطوة دي فتحت باب التساؤلات، هو ليه مسحه؟ خايف من حاجة تطلع ضده؟ ولا كان مجرد محاولة للفت الانتباه؟ دلوقتي القضية في إيد جهات التحقيق والشرطة بتفحص الكاميرات اللي موجودة في طريق دهشور عشان توصل للحقيقة كاملة. واللي باين قدامنا إن الواقعة دي هتفضل حديث الناس لفترة طويلة، خاصة وإنها جمعت بين الترند والإهانة وكمان التحقيقات.